السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت اللي هو النواعم. بسكوت حلو قوي قوي، بسيط جدا بمكونات كلها في البيت. والبسكوت مش محتاج ولا مكنة ولا كيس حلواني، وكمان يعتبر اقتصادي لانه من غير بيض. قبل ما نبدأ وصفتنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هيكون معايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا كوباية من السكر الناعم. هنحطهم كلهم مع بعض كده، وهنحط عليهم رشة ملح، طبعا دي مهمة جدا في اي معجنات. وهنحط عليها معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة طبعا، وربع معلقة من النشادر، ونص كوباية من السمنة. ونبدأ نعجن كله في بعضه. ممكن أبدأ الأول بس السمنة مع السكر، وبعد كده أزود عليها المكونات، أو أعملها على بعضها زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا وهي على بعضها كلها ببدأ أعجنها في بعض، واقعد ابس فيها لحد ما اتاكد ان السمنه الدقيق تشربها كلها. وما بحطلهاش اي سوائل غير في الاخر كده. لو حسيت انها جامده شويه ابدا احط لها معلقتين ميه، او لو في متوفر لبن بحط لها معلقتين او ربع معلقه او ربع كوبايه من اللبن. وبس كده. دي كده المكونات. بعد ما اعجنها كويس واسيبها ترتاح حوالي ساعة كده على جنب، ابدأ بقى اشكلها. تشكيل سهل جدا، يعني ممكن اشكلها عبارة عن كور وابططها دواير كده، او افردها واعملها بالسكينة مربعات او مستطيلات زي اللي بتتباع في الاكياس في السوبر ماركت، او اعملها دواير واشكل الوش بتاعها بالشوكة كده خرام زي اللي بيتباع برضو. او لو عندي بصامة زي ما انا هعمل النهاردة، ابدأ اقطعها واعمل لها شكل بالبصامة واحطها في الصينية. تشكيلها سهل جدا. والبسكوت ده يا جماعة حلو قوي، ينفع طبعا للصبح مع الشاي او للعشاء، وينفع كمان في وسط الوجبات سناك كده مع كوباية شاي. بيبقى جميل جدا وطعمه جميل. وانا بحب دايما ابقى عندي على الرخامة كده اي بسكوتات، اي قراقيش، اي حاجة يعني كيكة، على اساس لو حد جاع او حد حس انه عايز سناك او كده يلاقي حاجة زي كده ياكلها. كلها بمكونات في البيت وبسيطة جدا. كده انا خلصت. هسيبها على جنب بقى شوية، وبعد شوية تكون ارتاحت اقوم اجيبها عشان اشكلها. انا هفردها بالنشابة كده، وبعد كده اجيب البصامة بتاعة الكحك. لو مفيش بصامة ممكن بفنجان، او ممكن اقطعها بالسكينة زي ما قلت لكم برضو. مفيهاش اي مشكلة خالص. انا هحط بس رشة زيت، وممكن تستغني عنها. ممكن كمان بدل رشة الزيت رشة دقيق عادي جدا. وابدأ افردها واقطعها بقى. هتشوفوا دلوقتي ببصامة الكحك. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده، ومفيش اي مكونات مثلا هنزل اشتريها وبتاع، لا كلها حاجات في البيت. ادي بصمة الكحك اهي، هبدأ اقطعها بيها. سهلة جدا. وبعد كده هعمل الشكل بتاعي بالبصامة او بالشوكة زي ما قلت لكم. اي اشكال يعني، مش مشترط حاجة معينة. البسكوت ده يا جماعة والله العظيم حلو قوي، سهل جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. هو يعتبر اسمه بسكوت النواعم. بس كده هشكله. هجيب صينية طبعا احطه فيها. الصينية لازم بقى يعني التركة الاساسية في الموضوع انه لازم يتحط له ورقة زبدة. مفيش عندك ورقة زبدة مفيش اي مشكلة خالص، هتحطي ورقة كراسة او ورقة كراسة رسم اللي هي بتبقى السادة كده مفيهاش اي حاجة دي.
هتحطيها وتحطي عليها البسكوت. المهم يبقى في حاجز بينها وبين الصينية علشان البسكوت ما يلزقش في الصينية بس. ومش محتاجة ان انا يعني احط لها مثلا سمنة او زيت او كده، هي بتتحط على ورقة الزبدة وخلاص كده. هدخلها فرن متوسط الحرارة، هتقعد حوالي 10 دقايق، هتحمر من فوق وتحت، وتبقى احلى بسكوت ممكن تاكلوه. وكمان سهل قوي، ويعني مش هتشتروا بقى بسكوت من بره او السوبر ماركت تاني، لانه طبعا هو احلى من في السوبر ماركت، لانه ما عليهوش مواد حافظه، ودي اهم شيء، وسهل جدا في عمايله، مش هياخد مننا حاجه. بصوا شكله عامل ازاي لما دخل الفرن وطلع، لونه جميل جدا، طعمه بقى مش قادره اقول لكم خطير، وكمان من غير بيض، يعني اقتصادي جدا جدا. يعني جربوه بقى، قوموا جربوه. لو عجبتكم الوصفه متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناه. ومتنسوش تدعوا لمازن ابني بالرحمه والمغفره، وانه يخش الجنه من اوسع ابوابها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.